إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تيفي أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. إذن هذا ما تبقى من سوق ضراس الشهير بمدينة الدار البيضاء. هذا السوق اللي كان هنا لسنوات وسنوات، أكيد أجيال وأجيال تتذكر هذا السوق الشهير هنا بمدينة الدار البيضاء. من بعد الحملة الشرسة اللي لاحظوا معايا اللي شنتها السلطات هنا بمدينة الدار البيضاء ضد العشوائيات، وكذلك من أجل تهيئة وتنظيم فضاء أو الفضاءات العمومية بالعاصمة الاقتصادية في إطار هذه الحملة. فكما كتلاحظوا جميع العشوائيات يتم المحاربة ديالها ويتم الهدم ديالها، ولكن أكيد في انتظار معرفة مصير آلاف، لا أقول مئات ولكن آلاف من يعني في انتظار كما قلت مصير آلاف من هاد الناس اللي كانوا كيشتغلوا داخل هاد الأسواق القديمة والغير مهيكلة. في انتظار ذلك فأكيد يبقى المصير معلقا. لاحظوا معايا بقايا أنقاض هذا السوق الشهير كما قلت هنا بمدينة الدار البيضاء. الكل يعرف هذا السوق. أكيد كذلك في انتظار هدم المزيد من المحلات هنا داخل هذا السوق. العموم هذا الرقعة اللي كنتواجدوا فوق منها كيف ما كتشوفوا، تلاحظوا معايا هادو هما البقايا اللي بقاو فيها العديد من المتلاشيات. الناس كيزجوا البقايا، لا اله الا الله رسول الله. البيضاويين منقسمين الى اثنين، يعني جزء مع هذا المحاربه ديال العشوائي. الله فرجها حسنة كرباوي، يا ربي امين، يا ربي امين اختي، يا ربي امين. هادشي اللي كاين اختي. شكرا لك على التفاعل وشكرا. يلا كنت كنتكلم على هاد المسألة، قلت بأنه البيضاويين منقسمين إلى قسمين: قسم مع هاد المسألة ديال تحييد هاد العشوائيات، وقسم مع هاد الناس هاد الباعة اللي كانوا عندهم هاد المحلات. لأنه بطبيعة الحال السؤال يعني أكيد هو سؤال بريء: ما مصير هاد الناس اللي كانوا خدامين في هاد المحلات؟ اشنو المصير ديالهم؟ اشنو المصير ديال هاد الناس هاد؟ يعني بكل صراحة كاين اللي مثلا كيعرف يدير غير هاد الشيء، حل عينيه وكبر هنا، كبر في هاد الشيء هذا. يعني واش كاين البديل؟ او غدا وبعد غدا غنقدروا نشوفوا كاين اللي مسكين غادي لاشي لانه ما غاديش يقدر يواجه ديك الظروف الصعبه، ديال انه الخدمه ما كايناش، ديال انه كما قلنا القوت اليومي ديالو اللي كان كيعرف ليه وكيبرع فيه ما بقاش فيه. نقدروا نشوفوا كما قلنا الناس اللي بزاف. المهم انا ما نقدرش نكون متشائم، ولكن هذا الواقع كنتكلموا عليه. واكيد كما قلت الناس كينقسموا الى قسمان: قسم مع هذه المساله ديال انه لا وهذا الشيء عشوائي، وكان يعني الجماليه ديال مدينه الدار البيضاء
يعني اكيد حنا مع مدينه ذكيه كما قلت، مع هاد العديد من التظاهرات الكبرى اللي غادي تعرفها البلاد ديالنا. اكيد كل شيء كيفتخر انه اللي جا عندنا للبلاد يجي كما كنقولوا يدي ما يعاود، ولكن دائما كنقولوها ما تكونش على حساب الضعفاء، وما تكونش دائما على حساب هاد الناس هادو اللي كما كنقولوا تحرم من القوت اليومي. عرفتي شنو تحرم الانسان من القوت اليومي؟ اللقمه تمشي للفم تحرموا منها، هذه هي اللي صعيبه، هذه كما كنقولوا هذه هي اصعب حاجه. فلهذا كنتمناو وصادقين بكل قلب ديالنا انه هاد الناس يدار لهم حل ويتخاذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي ديالهم. هذا هو الشيء اللي كنتكلموا عليه. اما حنا راه امين خويا بشعيب عمران، قال لك الله يدير الشتاوى ديال الخير للجميع. يا ربي امين اخويا بشعيب، يا ربي امين. اذا هادشي اللي كنتمناو يا ربي، كنتمناو الله يدير شي شتاوى ديال الخير كما قال الاخ، الله يدير الشتاوى ديال الخير للجميع والله يفرج على الجميع. ونتمناو صادقين بكل قلب ديالنا كما كنقولوا كانت هذه الجرأه وهذه السياسه ديال محاربه هذه العشوائيات، تكون كذلك الرغبه وتكون الحلول موجوده ديال تدبير ازمه، لان هاد الناس دابا في ازمه، تدبير ازمه ديال هاد الناس اللي كانوا كما كنقولوا كيعيشوا داخل هذه المحلات. نتمنى يدار لهم حل. اذا الى هنا سناتي على نهايه هذا البث المباشر، على امل لقاء بكم بث مباشر اخر. شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء.